درا من لوغن خزيانة ميقري باثر ما تخشتن لداها باصولا كريا دمديتة أربيل هلبت درا من نوخن قد هاويلا خا عمن دايا وبستقبل خلي بشينا وبمزمك خاملوء رابع نقاية أرخن إيلي هلبت مدبرانا قوم دبرانوثة مرخلة بيث عتقة يعني دبرانا يوثاع قو بيث عتقة قو سعتت بيث عتقة لخا قو عراق أو تقيلة ميقرا هلبت أحمد عبد الرحمن المختار بتستقبل خلي بشينا وبتمزمك باسدية بتمزمك من دية بخيلة آلا بن ملوء بريشة. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في قناة العراقية السريانية في برنامج صباح الخير. أهلا وسهلا بكم، ولنا شرف الحضور في هذا الصباح المشرق إن شاء الله. إن شاء الله يكون لك أسئلة وأجوبة، المشاهد ياخذ معلومات قيمة إن شاء من الله. حضراتكم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نقدم ما يمكن. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، ما هي أهم المواقع الأثرية في العراق التي تعتبر شاهدا عن حضاراته القديمة؟ أستاذنا العزيز، العراق مثلما يطفو على بحر من نفط فهو قد بني على عدة حضارات، فالعراق من الشمال إلى الجنوب عبارة عن شواهد حضارية، ولكن هناك بعض المواقع المهمة مثل زقورة أور، مثل بابل، مثل مدينة آشور، مثل مدينة عقارقوف، وكثير كثير من المواقع منتشرة في كل أنحاء المحافظات العراقية. فلا نستطيع أن نقول هناك هذا موقع أو هذا موقع، كل المواقع هي مهمة وشواهد تدل على حضارة قد مرت من هنا. الحضارة الآشورية والسومرية الأكدية وإلى آخره، بقية الحضارات كلها من بداية إلى أن وصلنا إلى البابلية المتأخرة، كيف أثرت على الفن المعماري، على الفن بصورة عامة في ذاكرة العراقي، الفنان العراقي؟ الحضارات العراقية ومنذ 7000 عام وتعتبر هي من أقدم الحضارات، لذلك كان لها بصمة واضحة في الفن المعماري من خلال البناء الموجود، مثل بناء الزقورة، مثل الجنائن المعلقة، مثل بناء المعابد، مثل بناء المسارح. مدينة بابل الأثرية وشواهدها وشارع الموكب من أشهر ما تميزت به الحضارات العراقية هي زهرة البابونج. هذه المعلومة أتمنى يعني الناس تعرفها. زهرة البابونج هي الشعار الرئيسي في الحضارة الآشورية فعلا، والنخلة الآشورية أيضا نخلة في حضارات أخرى، في حضارات أخرى لربما، ولكن زهرة البابونج كانت تتميز بها الحضارة الآشورية، وحاليا موجود أكثر من أثر موجود عندنا بالمتحف العراقي ينطينا الإثبات على هذا الموضوع. يعني بكل تأكيد هنالك لربما آثار ذكرت قبل قليل لم تكتشف بعد، يعني على بحر من النفط وعلى بحر من الآثار. هل هنالك آثار يعني قيمة جدا لم تكتشف أستاذ أحمد؟ هذه كلها تحت الأرض. تدري لي ما تحت الأرض ليس كما فوق الأرض، ما تحت الأرض، ولكن من المؤكد هناك الكثير من المدن وليس الآثار. مدن آثارية الآن بدنا نستكشف من خلال البعثات اللي أعادت قدومها إلى العراق. اكتشفنا الكثير من الآثار والمدن الآثارية. الأخير وحدة كانت في الموصل. هل تغير واقع الآثار، التطور، الترميم منذ 2003 إلى الآن؟ يعني هل هنالك تطور إيجابي في هذا الأمر؟ والله احنا لازم نتحدث بصراحة بهذا الموضوع. الأزمات اللي مر بها العراق منذ عام 2003، الاحتلال، ومن بعد الاحتلال الحرب الطائفية، من بعدها التنظيم، من بعدها الدواعش، من بعدها بعض الأمور، ولكن الحمد لله يعني في الفترة الأخيرة الاستقرار الأمني الأخير السنتين الأخيرة أعدنا العمل بقوة من خلال التعاون مع الدول الصديقة، الجهات الساندة، منظمة الأمم المتحدة، وحاليا نعمل على صيانة وتأهيل الكثير من المواقع الآثارية استعدادا لإعادة افتتاحها أمام الزائرين. الحمد لله يعني السنتين الأخيرة شهدنا إنجاز كبير جدا في مجال الصيانة والترميم. بكل تأكيد. ما هي أبرز الأعمال المديرية في تطوير مدن مثلا كمدينة أور الأثرية ومدن أخرى، مدينة نمرود التي احتلها إرهابيو داعش،
ومدن أخرى مثلا شبه مندثرة. هل هنالك أعمال تطويرية لهذه المدن في جعل تماثيلها بصورة أجمل، مثلا في جعل طرق ومناطقها بصورة أجمل كمدينة بابل الأثرية وإلى آخره؟ الكل يعلم بأنه القطاع الآثاري والتراثي في العراق عانى ما عانى بالفترات السابقة، ونجاح أي موقع يعتمد على المرافق الخدمية اللي موجودة في هذا الموقع. احنا الحمد لله وبفضل التوجيهات الأخيرة للبرنامج الحكومي لدولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزير الثقافة والسياحة والآثار، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث اللي تسلم المنصب بالفترة الأخيرة، عودة فرق التنقيب الأجنبية إلى العراق، فرق ألمانية، فرق روسية، الفرنسية، الأمريكية، البريطانية، وحاليا إن شاء الله بالأيام القليلة القادمة راح عودة الفرق اليابانية. هذه كلها ستساهم في إعادة هذه المواقع وشواخصها، وخصوصا مدينة بابل حاليا تشهد ثورة في إعادة صيانة وتأهيل منظومة الكهرباء، منظومة الإنارة، وإن شاء الله يعني هذه السنة ستكون مفاجأة كبيرة جدا فيما يخص قطاع الآثار والتراث إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ أحمد، بكل تأكيد لا يخفى على أحد أن هنالك الكثير من المدن اندثرت، الكثير من المدن أثرت بصورة يعني كبيرة جدا في يعني بالحروب والأزمات، وخصوصا بعد دخول إرهابيو داعش إلى مدينة نينوى وأعمال التخريب وإلى آخره، التي أدت إلى تدمير هذه الحضارات، تدمير هذه التماثيل التي بقيت يعني لمدة ما يقارب قرون في هذه المناطق. كيف نعمل على إعادة هذه المدن، هذه الآثار، هذه الشواهد، ولكن بصورة تكون شبه أصيلة، شبه أصلية كما كانت في السابق، يعني أن لا تكون يعني خلينا نقول تكون ترميم ولكن بصورة مهنية؟ احنا في كل الأحوال لا يجوز الترميم أو الصيانة إلا وفق شروط، وفق المعايير بكل تأكيد، أن تعود الأثر أو المدينة إلى ما كانت عليه سابقا بكل تأكيد. فالحمد لله يعني احنا قلت لك بالاستعانة مع الدول الصديقة والجهات الساندة، منظمة الأمم المتحدة، استطعنا استعادة الكثير من القطع الأثرية، استطعنا الآن إعمار الكثير من المواقع، خصوصا في الموصل باعتبارها أكثر المناطق المتضررة، وحاليا نعمل يعني في المقبرة الآشورية على إعادتها كما كانت وأفضل إن شاء الله، لأنه إحنا استعادة القطع المسروقة كان الهاجس الأول والأخير في عملنا. أنه هل هنالك تحديات أستاذ أحمد؟ أكيد تحديات لربما في يعني من قبول بهذه الأعمال، أكو مثلا معرقلات، تحديات في هذا المجال؟ والله أهم التحديات اللي موجودة عندنا هي قلة التخصيصات المالية، هذه مشكلة عندنا، إضافة إلى حاليا احنا نعمل على تثقيف المواطن في مجال الحفاظ على قطاع الآثار والتراث. كلنا يعلم أن أكثر المواقع الأثرية هي لم تنقب لحد الآن، وهي متداخلة مع أراضي زراعية، وحاليا تعرف الفترة الأخيرة التجاوزات الأخيرة اللي صارت من ناحية السكن والبناء والكذا. الحمد لله احنا خلال 30 يوم أو ومتروكة بدون حراسة لربما الكثير منها، يعني كلها رجعنا الحراسات عليها وسيجناها. وحاليا اكو حملة كبيرة جدا بالتعاون مع أقسام شرطة الآثار في المحافظات، جيد، وبالتعاون مع القوات الأمنية والقضاء العراقي، وتطبيقا لقانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 المعدل، حملة كبيرة لإزالة التجاوزات، واستطعنا النجاح في إزالة الكثير من التجاوزات على المواقع الأثرية. ما هي أشهر المتاحف في العراق؟ هل هنالك اهتمام بالمتاحف أستاذ أحمد، كما هو يعني على غرار متحف الوطني العراقي اللي هو في بغداد، المتحف العراقي العفو؟ هل هنالك اهتمام في بقية المحافظات بالمتاحف، وكل محافظة حسب الشواهد التاريخية فيها؟ بمشيئة الله بالأيام القادمة يعني افتتاح متحف الموصل الحضاري بعد إعادة إعماره. حاليا موجود متحف البصرة الحضاري، متحف الناصرية الحضاري، وكل محافظة من محافظات العراق فيها متحف،
ولا يقل أهمية عن المتحف الآخر، ولكن أنت تدري المتحف الأم هو المتحف العراقي الذي يعتبر هو خامس أكبر متحف بالعالم. هذه معلومة يعني مهمة جدا، أن نتمنى المشاهدة فعلا مهمة جدا. يعني أنت تشوف البناية من برا عبارة عن بوابة، ولكن عندما تدخل إذا دخلت الساعة 9 صباحا والله لن تستطيع إكماله إلا ب9 بالليل. فعلا من القاعات يعني الكبيرة الهائلة. دخلنا وشفنا القاعات، يعني القاعات قاعة الآشورية الأولى والقاعة الآشورية الثانية والقاعة البابلية وإلى آخره. يعني هو احنا مسوين تسلسل زمني يعني ضمن البرنامج مال المتحف. احنا عاملين برنامج يعني العفو عاملين فالتسلسل زمني من إنسان ما قبل التاريخ وحتى الحضارة الإسلامية. بكل تأكيد. نعم. كيف يمكن تحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية والهيئات الدولية لحماية الآثار والتراث؟ مستمرين بالتواصل ويا كل المنظمات الأممية، والحمد لله يعني استطعنا تحقيق الكثير بالتعاون مع هذه المنظمات وخصوصا الأمم المتحدة واليونسكو. هل هنالك معايير، هل هنالك طرق حديثة من أجل توثيق وحفظ هذه الرقم الطينية، هذه الآثار القديمة يعني في إلكترونيا؟ اليوم نشاهد طبعا العالم اتجه إلى تطور يعني مخيف في مجال الإلكترونيات ومجال الحفاظ والأرشفة. هل يمكن أن يكون هنالك طرق حديثة في الحفاظ على هذه الآثار، على هذه الرقم، على هذه اللوحات أستاذ أحمد؟ والله أنا تحدثت مع حضرتك قبل قليل، قلت لك احنا مستمرين بالتعاون مع كل المنظمات المختصة بالشأن الآثاري. يعني هنالك دورات مثلا في أكيد احنا كل فرق التنقيب شرطنا معاهم بالتنقيب أنه يعملون دورات وندوات وورش عمل للكوادر العراقية. وهذا الأهم طبعا. اي هذا كلش مهم عندي، يعني اقامه الدورات والحمد لله استطعنا ان نؤسس فرق تنقيب عراقيه محليه ذات كفاءه عاليه من خلال فرق التنقيب الاجنبيه. هذا الامر مهم جدا فعلا، جدا يعني جدا مهم عندنا بالتنقيب بكل تاكيد. والفرق العراقيه تستطيع ان تقيم دورات لبقيه يعني احنا يعني عندنا برنامج حاليا بالتعاون مع بعض الدول العربيه ان شاء الله، وعندنا بعض الخبراء العراقيين الآن يعملون في دول الخليج بسبب الكفاءة اللي صارت عندهم لتدريب الكوادر. جيد. هل هنالك تحديات تواجهكم في الحفاظ على الآثار، في الحفاظ على هذا التراث، في أرشفة ما ذكر مثلا من الرقم وهذا إلى آخره؟ والله أهم تحدي احنا حاليا قبل شوي تحدثت به هو قلة التخصصات بعيدا عن التحدي مثلا المادية والمالية وإلى آخره. يعني أهم تحدي ثقافة المواطن في الحفاظ على الإرث، باعتبار قلت لك أكو تقاطعات، أكو تداخلات مع المواقع الأثرية. فأني ما أحتاج اليوم إلى شرطي حتى يحمي لي الموقع، لا أنا كمواطن أحمي الموقع بكل تأكيد. وإحنا الحمد لله الفترة الأخيرة وجهنا المواطنين وثقفناهم في مجال تبليغ الجهات المسؤولة وخصوصا الهيئة العامة للآثار والتراث باعتبارها السلطة الآثارية الأولى في العراق، تبليغنا حتى مباشرة نتخذ الإجراءات بالتعاون مع القوات الأمنية ضد أي مخالف على المواقع الأثرية. بكل تأكيد. التكنولوجيا الحديثة ذكرناها قبل قليل، استفاديتوا منها أستاذ أحمد في الحفاظ، في اكتشافات لربما في ترجمة هذه الرقم؟ أكيد. لربما في الآونة الأخيرة أكيد. هل يمكن الاستفادة من هذه التكنولوجيا؟ بالتأكيد. يعني احنا عندنا اليوم أنظمة الكشف عن الآثار، طبعا هذه الأجهزة هي كلها مع الفرق الأجنبية تجي تكشف الآثار ما تحت الأرض، وحققنا دورات كثيرة معاهم، حققنا ندوات كشفنا بيها العمل اللي اشتغلنا اياه بالمواقع، إضافة إلى مراقبة المواقع الآثارية عبر الأقمار الصناعية. جيد. اليوم عندنا كثير من المواقع دخلت في لائحة التراث العالمي، كثير من المواقع الآن مراقبة عبر الأقمار الصناعية. يعني يمكن أن يكتشف الآثار بدون أن ينقب مثلا، بدون أن يحفر وإلى آخره. أكيد. يعني ولكن تعرف هذا الأمر جيد جدا يعني. اي بس تعرف هذه الأرض ما تحت الأرض اليوم أكو تداخلات بكل تأكيد. فلذلك احنا بعد التأكد نبدأ نبحث، وقلت لك هو العراق مبني على حضارات. بكل تأكيد فعلا يعني. نعم. من جنوب للشمال يعني هو مليء بالآثار والحضارات. بكل تأكيد.
استاذ احمد، طبعا احنا اخذنا معلومات قيمه من حضرتك. الله يسلمك. فعلا. لا بالعكس. تساهم الحكومه العراقيه في تمويل مشاريع الحفاظ على الاثار؟ والله حاليا قلت لك احنا حكينا يمكن بهذا الموضوع، احنا اكو قله بالتخصيصات. احنا عندنا الموازنه هي نفسها اللي تخصص لنا نعمل بيها، ولكن هناك دعم من قبل دوله رئيس الوزراء للقطاع الاثاري والتراثي لم نشهده سابقا. معلومات قيمه مع حضرتك استاذ احمد، ولكن الوقت يداهمنا طبعا. ان شاء الله يكون هنالك لقاءات اخرى. لنا الشرف وفرصه سعيده، وهو قطاع الاثار والتراث يحتاج الى حلقات كثيره. يحتاج الى حلقات، طبعا حلقه ساعه ساعتين، معلومات قيمه فعلا يعني. لنا الشرف، لنا الشرف ان شاء الله. شكرا جزيلا حضرتك، شرفتنا في قناه العراقيه السريانيه. اهلا وسهلا بك، وانا إن شاء الله اشكر القائمين على القناه. اخر لقاء ان شاء الله. حياك الله. هنالك لقاءات اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.